السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. الآن يا جماعة من فوق سدة مفيد توشكا، معروفة الآن طبعا إن مفيد توشكا قافل. إن شاء الله خير يا جماعة. أنا سامع إن شاء الله إن المفيد هيفتح، ربنا ييسر الحال إن شاء الله. أنا دلوقتي يعتبر في نص السدة، قدامي طبعا كده مسافة كبيرة جدا، ورايا مسافة كبيرة جدا. على يميني بالمدخل بتاع بحيرة ناصر اللي هو مدخل لمفيد توشكا. بحيرة ناصر معروفة طبعا كبيرة جدا، وأكبر بحيرة صناعية في العالم. أهو زي ما حضراتكم كده، ده الجزء بتاع المدخل بتاع مفيد توشكا. أنا واقف حاليا فوق السدة، المكان اللي بيقفلوا منه المفيد. المفيد بيقفلوه زي ما حضراتكم شايفين كده بالحجرة وبالرملة. هو على شمالي ده جزء المفيد، لما بيكون طبعا المية شغالة بيبقى كل ده مليان مية، بيبقى ضغط رهيب جدا. المية اللي بتبقى نازلة بتبقى مية رهيبة جدا. فان شاء الله يعني ربنا ييسر الحال السنة دي، لو في مية زيادة يفتحوا المفيد. ادي الجزء اللي كان ورايا يا جماعة، مسافة كبيرة جدا، يعني تقريبا كده الجزء من بين الشط ده للشط التاني حوالي كيلو، تقريبا كده حوالي 1000 متر. احنا طبعا دي العربية اللي احنا جايين بيها، ودي الخيم بتاعتنا، ودي عدتنا وده حالنا. احنا جايين هنا عشان نصطاد. بنضرب مشوار من القاهرة 1200 أو 1300 كيلو عشان نصطاد سمك. هي هواية يا جماعة وغية، يعني زي ما بيقولوا كده إدمان صيد. فإن شاء الله ربنا ييسر الحال إن شاء الله. وفي فيديوهات كتير مصورينها إن شاء الله بسمك من بحيرة ناصر. في أماكن تانية احنا جايين هنا هنجرب المكان بتاع السد ده، وربنا ييسر الحال إن شاء الله. زي ما قلنا بحيرة ناصر يا جماعة أكبر بحيرة صناعية في العالم، تحتوي على جميع أسماك النيل. وفيها طبعا سمكة قشر البياض موجودة بكثرة كبيرة جدا، اللي يعتبر من النيل قربت تنقرض بسبب الصيد الجائر، إن كان صيد كهرباء أو صيد غزل أو صيد بالسم. كل دي صيد جائر عدا الغزل بس. لكن الغزل حاليا في ناس يعني ربنا يسامحهم بيصطادوا بالغزل، بغزل ضيق جدا، بيجيب السمكة الصغيرة جدا. السمكة ما بتلحقش تتكاثر، ما بتلحقش تاخد دورة الحياة بتاعتها. فان شاء الله يا جماعة احنا هنا هنصطاد، وهنصور لكم فيديوهات صيد بكل حاجة ان شاء الله جديد. طبعا الوقت بسجل ليه المكان ده، لان زي ما ذكرت في الفيديوهات السابقة اخواتي وحبايبي طلبوا مني ان اصور اي مكان اروحه، اي مكان جديد اصوره اروحه. قفلة المفيد اصورها، المفيد لما بيفتح بصوره. دايما انا بهتم بالتصوير عشان خاطر ناس كتير جدا سألتني على الاماكن اللي انا بروحها. طبعا زي ما قلنا دي بتبعد عن القاهرة 1300 كيلو، فصعب ان اي حد يجيها. مش كل الناس تقدر تيجي المكان ده، في ناس ما لهاش في الصيد خالص بس حابة ان هي تعرف الاماكن اللي زي كده. فان شاء الله هتستمتعوا جدا معانا بالفيديوهات بإذن الله، واي مكان هروحه هسجله بإذن الله. واتمنى انكم تدعموني وتشجعوني عشان اقدر استمر واصور لكم. ان شاء الله الرجالة هتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. اللايك يا جماعة بيزود الفيديو، بيخليه يوصل للناس كلها. اللايك ما بيدخليش فلوس، لكن بيخلي الفيديو ينتشر. انتشار الفيديو بيجيب ربح. فهو اللايك بالنسبة لحضرتك مش هيعمل لك حاجة، مش هيخسر حاجة، لكن بالعكس انت هتفيدني جدا بيه. وشكرا للناس كلها اللي بتدعمني في الفيديوهات السابقة. الحمد لله في ناس كتير بتدعمني، بتشاهد وبتعمل لايك. شكرا لكم جدا. احنا زي ما قلنا هنا يا جماعة بحيرة ناصر فيها سمكة قشر البياض، من الأسماك المهاجمة، الأسماك اللي هي عايشة على الأسماك فقط، ما بتاكلش غير أسماك. فاحنا بنشتغل عليها بنظام الكاست، بالطعم الصناعي.
بتبقى جيلي فيش او باي باي زي ما بيسموها اخواننا في اسوان. بنشتغل بيه، بنحدف وبنلم، بنحركها في المية كأنها سمكة صناعية. وهتشوفوا فيديوهات ان شاء الله ليا وانا بصطاد كاست وبطلع سمك بيها، وهتشوفوا الجيلي فيش موجودة برضو معانا في الفيديوهات السابقة بإذن الله هتشوفوها. بحيرة ناصر فيها تماسيح، وشوفنا تماسيح في أماكن معروفة. بحيرة ناصر فيها عدد كبير جدا من التماسيح، بس مش موجودة في كل الأماكن. يعني في أماكن رحناها زي خور غزال، اخواتي اللي كانوا معايا شافوا فيه هناك تمساح. هو مش كبير، صغير. دي في رحلة كنت أنا موجود فيها، بس أنا كنت بصطاد في مكان، هما في مكان، وهما نازلين المية يعني بالليل وهم داخل المية شافوا تمساح. برضو احنا شوفنا تمساح في مفيد توشكا. في مفيد توشكا شوفنا تمساح حوالي 3 متر، تمساح كبير جدا، تمساح ضخم، كان موجود برضو. شوفناه على سنتين متواصلين. وفي ناس زمايلي شافوا تمساح برضو في مفيد توشكا تحت، في مفيد توشكا تحت خالص شافوا تمساح. فربنا يسترها التماسيح. يعني انا سمعت ان هي ما بتهاجمش البني ادم، وناس قالت لا ده بتهاجم البني ادم. فربنا يسترها، لان احنا اصلا بننزل وبنصطاد من المية، نصطاد من جوه المية نفسها. يعني اوقات بننزل وبنخش كده مثلا 10 متر 15 متر، لغاية ما نوصل مثلا المية تيجي لغاية النص عندنا، ونصطاد عشان خاطر نعرف ايه نحدف لجوه للغويط. اوقات بيبقى في زلف وفي زرع برا، فبنضطر ان احنا ننزل عشان نبقى بعد الزرع، الصيد بتاعنا يبقى بعد الزرع. فدعواتكم معانا وربنا يسترها ويسر لنا الحال ان شاء الله. هنا موجود طبعا الاسماك البلطي باحجام ما شاء الله تبارك الله، احجام كبيرة جدا. خدنا بلطي من المفيد هنا احجام معدية 3 كيلو السمكة الواحدة. بلطي بلدي 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 يعني، احلى بلطي كلته في حياتي من بحيرة ناصر من هنا. المية دي يا جماعة لما بتكون جاية بتبقى جايبة خير كتير جدا معاها، سبحان الله. السمكة قشر البياض بتحب المية الجارية، اللي احنا كلغة الصيادين بنقول مية حامية. حامية يعني مية جارية، ما هياش حامية اللي هي سخنة، لا مية جارية. المية الجارية دي بتجيب معاها أسماك كتير جدا. فطبعا لما بيفتحوا المفيض بيبقى ضغط المية رهيب جدا، سريع جدا جدا بطريقة كبيرة، لدرجة ان هو خد مراكب قبل كده بناس واتكسرت وناس ماتت بسبب سرعة المية. تقريبا كان الموتور بتاع المركب عطل منهم، فالطيار خدهم لشلالات، الشلالات دي كسرت المركب كسرت وهم غرقوا. الاتنين كانوا اتنين مع بعض، الكلام ده كان السنة اللي عدت. المفيد طبعا هو فتح كده شهر وقفل تاني عشان منسوب البحيرة نزل وخلاص. يعني المية الزيادة، ضغط المية الزيادة كانت صفى وقفلوه تاني. حاليا الوقت قافل، وان شاء الله يعني بإذن الله في خبر كويس ان هو يفتح تاني ان شاء الله. بس كل ده يتوقف على ايه؟ هيتوقف على المية اللي جاية. يعني حاليا الوقت برضو يعني مفيش معلومة اكيدة بالظبط ان هو يفتح، غير ان ناس في وزارة الري قالوا احنا مستعدين للفتح في اي لحظة. ان لو جت مية زيادة جاية عرفوا بيها ان طبعا المية الزيادة دي على ما بتيجي هما بيعرفوا قبلها بحوالي 20 يوم ولا حاجة او فترة. المية بتيجي مثلا من السودان على ما توصل مصر بتاخد وقت حوالي 20 يوم. فهم في خلال الفترة دي كده بيجهزوا وبيحفروا وبيفتحوا المفيد عشان يفضوا البحيرة لتستقبل المياه الجديدة اللي جاية. وان شاء الله اول ما يفتح هصور لكم بإذن الله وهعرفكم كل جديد معانا. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو، وأتمنى منكم الدعم. كان معكم أخوكم في الله وليد زوني. ما تنسوناش من دعاكم، ربنا يستر علينا ويكفينا شر العين
العين وحشة جدا، وبصراحة أذتني جدا العين. فربنا يسترها، وأتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة ممتعة في كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.